السلام عليكم أخواني وأخواتي الكرام في حلقة جديدة على قناة مدونة عرب برو. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سوف أشرح لكم طريقة إنشاء حساب على جوجل أدسنس وربط قناة اليوتيوب عليه لكي نتمكن من الربح من خلاله. في الدرس السابق شرحنا طريقة إنشاء قناة على اليوتيوب، سوف أضع لكم رابط الحلقة أسفل الفيديو لكي تتمكنوا من مشاهدته. طبعا اول حاجة هنعملها هنسجل بحساب الادسنس اللي احنا هنشترك عليه. نضغط على تسجيل الدخول بحساب مختلف، اضافة حساب، هندخل بحساب الادسنس الاول. زي ما احنا شايفين، بعد كده هنضيف حساب اليوتيوب. كده تمام. هنجيب اليوتيوب، تسجيل الدخول، هنشوف القناة الأول اللي هي دي، هنضغط على قناتي. بعد كده نضغط على مدير الفيديو، نضغط على القناة، نجيب تحقيق دخل، تمكين، إعدادات أدسنس، التالي نضغط على تسجيل الدخول، حفظ ومتابعة. هنا لغة المحتوى ممكن تجيبها عربي، حفظ ومتابعة. يظهر لنا الصفحة دي اللي هنكتب فيها المعلومات بتاعتنا. هنا نكتب البلد مصر، المنطقة الزمنية هنجيب القاهرة، تمام. نوع الحساب فردي، هنكتب هنا الاسم الموجود في البطاقة. هنا العنوان دمياط، هنا المدينة، البلد، هنا المقاطعة طبعا نجيب الدالية، هنا الرمز البريدي اللي هو تبع البريد اللي عندك، نكتب هنا رقم الهاتف، نيجي عند تفضيلات البريد الإلكتروني، اقتراحات مخصصة بشأن المساعدة والأداء، نضغط نعم. رسائل إخبارية، نعم. دعوات أبحاث السوق، نعم. عروض خاصة، نعم. معلومات، نعم.
نضغط على إرسال طلب الاشتراك. هيجيلنا هنا بيقول لك اللي احنا عاوزين يتأكدوا من رقم الهاتف. هنكتب رقم الهاتف صح هنا، وهنعمل رسالة نصية وهنضغط على إرسال رمز التحقق. نستنى الرسالة لما توصل. رمز التحقق ده عبارة عن 6 أرقام: 8 3 7 5 2. نضغط على تحقق. دي بنود الشركة. طبعا نضغط على نعم، قرأت الاتفاقية وأوافق عليها. بعد كده نضغط على قبول. هنا كتب طلب اشتراكك في أديسنس كده المراجعة. ستتلقى قريبا بريدا إلكترونيا بشأن حالة الطلب. ده ممكن تقعد يومين، خلال 3 أيام أو يومين بالكتير إن شاء الله، ويبعتولك الرد إن شاء الله. طبعا ندخل على مدير الفيديو هنا. طبعا الفيديو ده أنا كنت عامله قبل كده، مهوش مستثمر. ندخل على تعديل عشان نستثمر. نضغط على تحقيق الدخل. كده هننتظر لحين مراجعة طلبك. سيتم الرد خلال يوم أو 2 بالكتير إن شاء الله. إلى هنا ينتهي درس هذا اليوم. أتمنى أن ينال الشرح إعجاب الجميع. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.